بيبدأ الفيلم في نيويورك في عمارة اسمها ميلينيوم بيلدينج أو مبنى الألفية، واللي فيها 102 دور و73 أسانسير. وعلى السطح الحراس أندي وجاري بيتفرجوا على الجيران من خلال التلسكوب، واللي عاملين حفلة شقية. لما بدأ المطر ينزل الحراس رجعوا جوه قبل ما البرق يخلي الكهرباء تقطع. أندي راح الحمام، وجاري لاحظ إن ساعته بتعمل حاجات غريبة في نفس الوقت اللي الأسانسير فتح فيه، وبره الرعد كان بيضرب جامد. وجاري كان بيحاول يفتح باب الأسانسير اللي مش عايز يفضل مفتوح. فجأة الكشاف بتاعه ولع لوحده، ولما حاول يطفيه الباب بدأ يرتعش مع إيده. في نفس اللحظة الباب قفل، وأندي سمع جاري بيصرخ فراح جري. لقى جاري ماسك الكشاف بتاعه مكسور وبيلوم الأسانسير وخاف منه. أندي قال إن ده كلام فاضي وقصب جاري إنه يروح معاه. تاني يوم مجموعة ستات حوامل خلصوا حصة يوجا ودخلوا الأسانسير. لاحظوا إنه نازل بسرعة أكتر من العادي، وفجأة الأسانسير عطل. الحراس سمعوا جرس الإنذار ولاحظوا إن دي تاني مرة في الأسبوع ده، بس عمرهم ما لقوا حاجة غلط في الأسانسير. وفي ثانية جرس الإنذار سكت، والحراس افتكروا إن الأسانسير اشتغل تاني فما كملوش الصيانة. بس الأسانسير كان لسه واقف، ولما الستات حاولوا يضغطوا على أزرار الطوارئ أو يتصلوا بالتليفون مفيش حاجة حصلت. تليفوناتهم ما فيهاش شبكة كمان، فاضطروا يستنوا. في الوقت ده الحراس خدوا مكالمة من مستأجر تاني بيقول إن الأسانسير مش شغال، واللي فاجئهم لأن الأنوار على الكمبيوتر بتاعتهم كانت كويسة. وفي الأسانسير الستات بدأوا يفقدوا صبرهم لأن الجو كان حر قوي وصعب يتنفسوا. لما الصيانة وصلت الحراس قطعوا الكهرباء علشان الفنيين يقدروا يفتحوا الباب، بس حتى المفتاح ما منوش فايدة. في الوقت ده الستات شغلوا جرس الإنذار عالي جدا بالغلط، واتنين منهم على الأقل بدأ يجيلهم طلق. وفي دقايق كل الستات حسوا بالطلق مع بعض، وواحدة منهم بدأت تولد فعلا. فريق الصيانة أعلن إن الباب بيعلق، فجاري وصل بمطرقة عايز يساعد لأن واحدة من الستات دي كانت مراته. الفني قال له إن ده خطر جدا وحاول يوقفه، فاتخانقوا على الأرض. في الوقت ده الأسانسير بدأ ينزل بسرعة كبيرة مع إن الكهرباء لسه مقطوعة. ولما الأسانسير وصل تحت الحراس راحوا يفتحوه واتفاجئوا إن في بيبيهات جوه. في الوقت ده الفنيين جيف ومارك وقفوا في كافيتيريا علشان يفطروا، ومارك نادى على راجل قليل الذوق علشان كان بيعامل الجرسون وحش. الراجل رد عليه بالضرب ورماه على ترابيزة ومشي. فطارهم اتقطع لما أخدوا مكالمة من المدير بيقول لهم يروحوا ميلينيوم بيلدينج علشان يصلحوا الأسانسير. بنفس الوقت المراسلة جينيفر اتبعتت لميلينيوم بيلدينج علشان تغطي حادثة الستات الحوامل اللي كانوا بيتاخدوا في إسعاف. جينيفر حاولت تسأل أمهات أسئلة بس البوليس منعها. لما مارك وجيف وصلوا اتكلموا عن مشاكل الأسانسير، والمدير ميليجان عايزهم يصلحوها بسرعة علشان خايف يترفع عليهم قضايا. مارك وجيف اتاخدوا على غرفة المحركات فوق السطح، وفي الوقت اللي الاتنين بيفحصوا فيه المحرك كانوا بيتكلموا عن ميكانيك يتخلص من نفسه. الراجل فكر ان المحرك ممكن يكون اتضرب بالبرق، بس جيف اعتبر الفكرة دي سخيفة. بعد كام ساعة الاتنين خلصوا فحص كل حاجة ومفيش حاجة غلط فمشيوا. في الوقت ده راجل أعمى كان عند الكوافير واللي سرحت له شعره أخضر. طلع إنه كان بيستغل العمى بتاعه علشان يتعامل بإيديه براحته، فده كان انتقامها. لما هو وكلب الإرشاد بتاعه ركبوا الأسانسير اختار ينزل، بس الأسانسير بدأ يطلع ما وقفش غير لما وصل الدور 91 واللي لسه تحت الإنشاء وفاضي، يعني مفيش حد ممكن يضغط على الزرار ده. الراجل ضغط على أزرار كتير بس الأسانسير مفيش فايدة، فخرجوا. الباب قفل على طول والأسانسير نزل من غيرهم. الراجل طلب أسانسير تاني واللي خلى الكلب ينبح. الأسانسير طلع بسرعة كبيرة، ولما الشاشة أعلنت الدور 91 الباب فتح بس مفيش أسانسير. الكلب نبح علشان يحذر صاحبه، واللي خطى خطوة ووقع. قدر يمسك نفسه على الحافة والكلب حاول يشده بره، بس وزنه كان تقيل جدا فالاتنين وقعوا في بير الأسانسير. وبالليل في الدور 44 أندي وجاري كانوا بيسرقوا ويسكي، ولما جات لهم مكالمة من كاميرات المراقبة زمايلهم شرحوا لهم إن الأسانسير بيطلع بسرعة ومفروض مفيش حد في العمارة في الوقت ده. في الآخر الأسانسير وقف وفتح الباب بس محدش خرج. جاري وأندي حاولوا يشوفوا إيه اللي بيحصل، بس جاري خبط في تمثال بالغلط والضجة خلت الأسانسير يقفل الباب ويمشي. الاتنين راحوا تحت ولقوا الأسانسير مفتوح تاني على الدور 40 بس قفل على طول لما قربوا. الشاشة الصغيرة أعلنت إنه راجع للدور 44، بس لما الكشاف بتاع جاري بدأ يتعطل الباب فتح من غير ما يكون الأسانسير وصل. أندي دخل يشوف ولقى الكلب بتاع الراجل الأعمى ميت متعلق على عرضة معدنية. في الوقت ده الباب قفل ومسك أندي من رقبته. جاري حاول يساعده بس الباب كان معلق.
فجأة صندوق الأسانسير بدأ ينزل وزق أندي لتحت لحد ما اتقطعت رقبته على الحافة. وتاني يوم ميلينيوم بيلدينج قفلت كل الأسانسيرات، وبسببها فضل مئات السياح بره. الصحافة ممنوعة من الدخول والشرطة رفضت تشارك أي معلومات. ميليغان عمل اجتماع مع المحقق المكلف بالموضوع واللي شرح إنهم فحصوا كاميرات المراقبة بس ما قدروش يلاقوا أي متسللين في العمارة. مارك وجيف اتحدوا علشان يشوفوا الأسانسيرات تاني بس مارك كان عنده صداع وراح الحمام يرجع. فجأة لقى جينيفر اللي كانت متنكرة في شكل عاملة نظافة، بس مارك عرف إنها مراسلة. هي خدت له صورة وسألته شوية أسئلة بس مارك رفض يجاوب. لما خرج من الحمام جينيفر حاولت تروح وراه بس الحراس طردوها. بعد كده مارك وجيف راحوا لميليغان وقالوا له إنهم ما قدروش يلاقوا حاجة، ومع دعم المحقق ميليغان أعلن إنهم هيفتحوا الأسانسيرات تاني. وتاني يوم لما مارك راح الشغل كل أصحابه سخروا منه بسبب حاجة في الجرايد. مارك اتلخبط واتاخد لمكتب المدير واللي كان غضبان لأن الجورنال طبع صورة مارك بعنوان مستفز. جينيفر نقلت تعليق ساخر من مارك عن الأسانسيرات والبوليس دلوقتي بيعتبره مشتبه فيه. مارك كمان اتصدم لما عرف إن اتعين له شريك جديد. لما بص من الشباك شاف جيف بيتخانق مع عالم اسمه جونتر. مارك سأل شريكه الجديد عن الميكانيكي اللي خلص على نفسه وعرف إنه كان شريك جيف. في المدينة 2 أصحاب كانوا بيتزحلقوا على عجلات من غير ما يهتموا إنهم بيخبطوا في ناس أو عربيات. في الآخر وصلوا لجراج ميلينيوم بيلدينج، واحد منهم اتخبط بالغلط بعربية والتاني فضل ماشي. الراجل اللي اتخبط كان بيشوف جروحه. في الوقت ده كل المساحات في العربيات بدأت تتحرك في نفس الوقت وللأسانسير فتح فيه نور قوي شفط الراجل جوه، وبعد دقايق نطروا على الدور ال86. الجثة طارت في الأوضة كسرت الشباك وعدت من فوق السور وبعدين وقعت من العمارة وماتت لما وقعت على الأرض. مارك شاف الحادثة في الأخبار وراح ميلينيوم بيلدينج على طول بس محدش سمح له يدخل. وفي طريقه وهو راجع شاف جينيفر مع المراسلين التانيين وراح وراها لحد ما اعتذرت عن المقال بتاعها. هي شاركت تفاصيل عن الحادثة وشرحت إن البوليس فاكر إن الراجل نط علشان يموت نفسه بس هي فاكرة إن ممكن يكون في لعبة قذرة. في اللوبي بنت صغيرة قدرت تهرب من الحضانة وقعدت تلعب قدام الأسانسيرات. فجأة باب أسانسير فتح ولما البنت قربت قفل على طول وفتح باب أسانسير تاني وده استمر لفترة والبنت كانت بتستمتع وهي بتجري من باب للتاني. لما الأسانسير في النص فتح صندوق الأسانسير طلع شوية وساب فراغ تحته والبنت بصت جوه. في الوقت ده المدرسة وميليغان سمعوا صرختها فراح اللوبي تحت يشوفوا. لحسن الحظ البنت كانت كويسة بس العروسة بتاعتها كانت اتدمرت. لما ميليغان بص على الأسانسير لقى دراع عروسة مزنوق في الباب. وبالليل مارك كان بيدرس مخططات الأسانسير في البيت وسمع صوت بره ولاحظ ظل ورا الباب. خبط الباب بمطرب وفتحه ولقى جينيفر اللي جابت له فيديو علشان يشوفه وده كان تسجيل أمني بيوضح الحادثة بتاعة المتزلج. ومارك فكر إن ده بيثبت إن الراجل موت نفسه بس جينيفر رجعت الفيديو علشان توريه التوقيتات. الأسانسير أخذ ثانيتين بس علشان يروح من الجراج للدور ال86 واللي مستحيل يحصل في الوضع الطبيعي. مارك وافق أخيرا إن في حاجة غريبة بتحصل وأخد جينيفر علشان تزور جيف اللي مردش على تليفونه. جينيفر طلبت منه يشوف الفيديو بس جيف اتجنن وصرخ فيهم ومشي. ده مش سلوكه العادي. ولما مراته طلعت من البيت أكدت إن جيف كان غريب في الفترة الأخيرة. جينيفر ومارك مشيوا وقرروا يتعشوا سوا وجينيفر اعترفت إنها فاكرة إن الأسانسير مسكون. وبعد العشاء راحوا مكتب جينيفر واستخدموا الكمبيوتر بتاعها علشان يدوروا على معلومات عن جونتر اللي هو صمم الأسانسيرات للشركة. طلع إنه كان شغال في شركة كوديلت اللي اتقفلت بعد تحقيقات عن رشوة واستخدام غير قانوني لأموال الحكومة. مقال تاني كشف إن الشركة كانت بتشتغل مع الجيش علشان تصنع أسلحة. في الوقت ده زميل جينيفر تشيب عدى من جنبهم ولاحظ المقال اللي بيقرأوه فشارك المعلومات اللي يعرفها. شركة كوديلت تعرضت لمشاكل بسبب صناعة شرايح حيوية اللي هي شرايح كمبيوتر مبنية على أنسجة حية. هما بنوا كمبيوتر على أدميرة دولفين واللي طورت عقلها لوحدها والشرايح بقت تقدر تنتج نفسها. فكون الكمبيوتر كبر وتصرف زي كائن حي بس محدش يعرف ايه اللي حصل له. شيب ما تكلمش عن جونتر بس وافق يساعدهم يدوروا على معلومات. وفي طريقهم للبيت جينيفر قالت لمارك انها فاكرة ان الاسانسير مسكون. وتاني يوم ميليغان ركب الاسانسير ونقط دم وقعت على كتفه. لما بص فوق لقى الفتحة مفتوحة. فجأة الاسانسير وقف وجثة جيف وقعت من الفتحة. ميليغان اترعب وزحف بره بس بعد شوية موظفين تانيين شافوا الجثة. مارك جات له مكالمة بالخبر السيء
فاتحرك مع جينيفر بسرعة علشان ياخدوا تفاصيل. لصدمتهم هما الاتنين، جونتر كان قاعد على الترابيزة مع ميريجان والمحقق ومدير مارك. المحقق شرح إن جيف كان مشتبه فيه، ودلوقتي هم متأكدين إنه كان متورط في كل الحوادث. هو كمان ادعى إن البوليس استلم رسالة من القاتل. مارك عرف إنه بيكذب، ولما جينيفر حاولت تسأل جونتر عن الشرايح الحيوية وقفها علشان فاكر إن معلوماتهم عن الموضوع هتخليهم يبانوا زي مشتبهين كمان. الاتنين مشوا من العمارة، ومارك بيعتقد إن البوليس بيساعد ميليجان إنه يغطي على كل حاجة. كمان قال لجينيفر عن شريك جيف السابق، وقال لها إنه بدأ يفكر إن قصة موته لنفسه كانت كذب. بعد كده راحوا بيت جيف علشان يدوروا على أدلة، بس البوليس كان أخد كل حاجة. مراته قالت إن جيف مات بنفس الطريقة اللي مات بيها شريكه، واللي أكد إن قصة إنه عمل كده في نفسه كانت كذب. بعد كده جينيفر ومارك راحوا بيت أرملة شريك جيف، بس هي ما فتحتش الباب، فجينيفر فتحته بدبوس. لما الاتنين دخلوا لقوا مسبح غريب متخصص للراجل الميت. الأرملة وافقت تتكلم في الآخر، وقالت إن جوزها اتقتل لما سابوه ينزف جوه العمارة ل3 أيام. هي فاكرة إن روحه لسه موجودة وهتستريح بس لما ياخدوا حقه. وفي ميلينيوم بيلدينج مجموعة كبيرة من الناس ركبوا الأسانسير، واللي بدأ يطلع بسرعة كبيرة وما وقفش في أي دور من اللي هم اختاروه. كل الناس بدأت تعيط وتصرخ في ذعر، وواحد من العيال بل نفسه. وفجأة الأرض فتحت ومجموعة من الناس وقعوا وماتوا، وبعض منهم قدروا يمسكوا، بس الأسانسير كان بيطلع بسرعة كبيرة، وواحد ورا التاني بدأوا يقعوا. الأسانسير ما وقفش، وفي الآخر طلع من السقف ودمر نص غرفة المحركات. الحادثة وصلت للبيت الأبيض، والرئيس ظهر في مؤتمر صحفي وقال إن كل وفيات الأسانسير كانت عمل إرهابي. وفي نفس الوقت رئيس شركة الأسانسير اتقابل مع جونتر وقال له بما إنه خلق الوحش ده دلوقتي مسؤوليته إنه يقتله. وبنرجع لميلينيوم بيلدينج، والبوليس كان بيظهر بأكتر من معتاد كجزء من عملية رسمية. جينيفر وصلت في عربية جيف، ومارك استخبى ورا. ركنت العربية قدام العمارة، وطلعت متنكرة في شكل موظفة شركة بتوصل مواد متعلقة بالأسانسير للتحقيق، بس البوليس لسه عايز يفتش العربية. في الوقت ده جينيفر جات لها مكالمة من تشيب اللي قال لها إن الشرايح الحيوية لسه مشروع مستمر وشغال، ودلوقتي بيستخدموا بشر بدل الحيوانات. البوليس تعب من جينيفر وهي بتحاول تكسب وقت، فغصبوها تقفل المكالمة قبل ما يحبسوها في أوضة. في الوقت ده مارك طلع من العربية من غير ما حد يشوفه، ودخل العمارة من تحت عربية بوليس. وفي الوقت اللي البوليس بيحط صناديق ذخيرة ومتفجرات، مارك كان بيتحرك بحذر وبيفتح أسانسير خدمة بالمفتاح بتاعه، ونط فوق الصندوق قبل ما البوليس يستعمل الأسانسير علشان يوصل الدور الأخير. لما الطريق بقى واضح، مارك طلع السلم واتفادى كام واحد من البوليس قبل ما يدخل غرفة المحركات، وهناك استعمل المفتاح بتاعه تاني علشان يشغل واحد من الأسانسيرات الرئيسية اللي شافوه الحراس على الكمبيوتر الرئيسي. بعد ما أخد لمبة، مارك رجع الدور الأخير ودخل الأسانسير الرئيسي قبل ما البوليس يشوفه. في الأول مفيش حاجة حصلت، بس لما مارك لمس الفتحة الأسانسير بدأ ينزل بسرعة كبيرة. استعمال الأزرار ما منوش فايدة، فمارك عمل قفلة في الأسانسير علشان يوقفه أخيرا. بعد كده مارك طلع فوق الأسانسير واستعمل الزراير هناك علشان يتحكم فيه. طلع كام دور ووقف الأسانسير لما لاحظ رسالة غامضة على الحيطة مكتوبة بالدم. مارك بص جوه حفرة واتفاجئ لما طير طار منها، بس مفيش حاجة تانية، فبدأ يطلع بالأسانسير تاني. بعد كام دور لقى مادة بيضة غريبة في حفرة تانية وشرار على الأسلاك فوق، ولما حاول يطلع لفوق البوليس وصل غرفة المحركات وقفل الأسانسير. فدلوقتي مارك ما عندوش اختيار غير يطلع فوق بالأسلاك. اكتشف حجرة في الحيطة وفتحها بالقوة، واللي خلت الصندوق في غرفة المحركات يتهز ويطلع شرار. جوه الحجرة اكتشف الشريحة الحيوية الكبيرة اللي بتنور، وما فكرش كتير قبل ما يطعمها كتير. في نفس الوقت الصندوق في غرفة المحركات اشتغل وبدأ ينزل. الشريحة الحيوية لسه ما ماتتش، فمارك استمر في طعنها. البوليس استعمل متفجرات علشان يفجر باب الأسانسير وبدأوا يدخلوا عاوزين يمسكوا مارك. الصندوق الناري كان بيقرب، فمارك اتحرك بعيد علشان ما يموتش. معظم الضباط قدروا يخرجوا بسرعة، بس واحد منهم اتكعبل ورجليه فضلت متعلقة على الحرف، فالصندوق قص جسمه نصين في طريقه لتحت. مارك جهز نفسه علشان يهرب، بس أسانسير تاني طلع وخلى أسلاك تتلف حوالين رجليه فاتجرجر معاه. باستعمال كل قوته مارك قدر يفك الأسلاك ونط قبل ما الأسانسير يخبط في غرفة المحركات. الحيطان بدأ يقع ومارك اضطر يستخبى تحت عرض علشان يعيش. في الوقت ده جونتر وصل العمارة واتسمح له يدخل علشان عنده تصريح خاص. رئيس العملية عرفه من الكاميرا واكتشف ان ده ملوش علاقة بالإرهابيين. في الوقت ده جينيفر دخلت الفتحات علشان تهرب من الأوضة، ومارك خرج من الأسانسير وسرق سلاح من صناديق البوليس.
بعد كده راح الدور ال65 وفتح باب الأسانسير علشان يلاقي الشريحة الحيوية تاني. جهز نفسه علشان يضرب النار، بس جونتر ظهر جنبه ومعاه سلاح. مارك سحب السلاح منه بسرعة وبدأوا يتخانقوا، وجونتر حاول يزق مارك في بير الأسانسير. جونتر كان هيكسب المعركة، بس جينيفر قطعتهم ومسكت السلاح وأصابته يستسلم. مارك استغل الفرصة علشان ياخد سلاح الضابط تاني، بس جونتر سد الباب علشان يحمي اختراعه. في الوقت ده البوليس وصل، وجونتر استغل الفرصة علشان يمسك جينيفر رهينة. هي عضت ايده علشان تحرر نفسها، ولما جونتر بقى لوحده أسلاك الأسانسير بدأت تتحرك زي أخطبوط علشان تمسكه وتجرجره وتموته. رجل مارك شبكت في الأسلاك، فجينيفر رمت له السلاح واستعمله علشان يدمر الشريحة الحيوية. أخيرا الانفجار رجع مارك في الممر، والأسلاك سابت جثة جونتر. بعد فترة جينيفر راحت تستلم مارك من المستشفى. لما تعافى ركبوا الأسانسير واتفاجئوا لما وقف فجأة، بس كان مارك ضاغط على زرار الطوارئ بالغلط. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.